صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة 10 ويسكن في الجنان مقيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الف مبروك، الف مبروك لكل اللي نجحوا في الثانوية العامة. الف مبروك ليهم يا رب كده، ربنا يسعدهم وينولهم كل اللي هم عايزينه. الف مبروك لكل ام كانت منتظرة وقلقانة على ابنها او على بنتها. الف مبروك ليكم يا رب كده، تفرحوا بيهم وتشوفوهم احسن حاجة في الدنيا. النهارده بقى فيديو جديد، جايه لكم بقى. بصوا النهارده اليوم اللي انا كنت منتظراه، اللي هو يوم نتيجه ابني. تمام. فانا اليوم دوت انا اساسا عارفه ان النتيجه هتظهر الساعه 3 العصر، الكلام ده قبلها بيوم. فقمت بقى كده قلت اما انضف الدنيا، كنت صاحيه بدري جدا مش جايلي نوم اصلا. فقلت اما انضف شقتي واظبطها واقعد كده انتظر النتيجه. تمام. دخلت كده على البلكونه وقلت انضفها. بصوا بقى لها كذا يوم عايزه تتنضف. بصوا مالت الدنيا، اتملت تراب عندي هنا اهوت في البلكونه. فقلت انضفها كده في السريع واحط كده النجيله بتاعتها. حلوه النجيله بصراحه، بتديني طاقه ايجابيه حلوه قوي وبتخلي المكان كده حلو بصراحه. يسلم بجد اللي اخترع الاختراع ده. لو عندكم بقى حد يقول لي بقى، لو عندكم نجيله في البلكونه بتاعتكم اكتبوا لي عندكم ايه في التعليقات، وقولوا لي حاطينها ازاي وعاملين ايه، وايه اللي انتوا الديكورات اللي انتوا عاملينها عندكم في البلكونه. انا لسه عايزه اعمل هنا حاجات كتير قوي في البلكونه. عايزه اعمل ارفف كده واحط فيها زرع، ارفف كده في الحيطه واحط فيها زرع. عايزه اعمل تجديدات. انا هنا اهوت كنت عايزه اعمل الستيكر دوت، احط الستيكر الرخامي ده في الحيطه. ماشي. فانا قلت ايه اجربه كده واشوفه. بس بجد لما تعملي الاستيكر لوحدك لا، متعب جدا، لازم يكون في حد بيساعدك فيه. انا وقفت كده اعمله لوحدي. فقلت اجرب الحته الصغيره ديت، لكن مش هقدر اكمل البلكونه كلها لوحدي. وطبعا جوزي ساعتها ما كانش موجود. قلت خلاص انا هعمل الجزء ده، ولما يرجع ابقى اشوف بقى ايه هعمل ايه في البلكونه. تمام. انا عندي اساسا رول كتير من نفس اللون دوت. فقلت خلاص خليه عندي لحد ما يجي يساعدني فيه، او نقصقصه كده ونلزقه بالطريقه ديت. لاني برضو حسيت ان الجزء ده كبير عليا ان انا الزقه على بعضه. فقلت كان المفروض اقسمه شويه او اقصه كده بالمقص عشان يبقى جزء صغير. عموما صعب ان ايه ان انتوا تعملوا الاستيكر لوحدكم. انا لما بعمل الرخامه بتاعه المطبخ بتتعبني شويه، بس في الاخر انا اللي بعملها لوحدي. فلا، محتاجين حد فعلا يساعدنا في الحاجات ديت. ما ينفعش نعملها كده لوحدنا، لان الاستيكر لوحده لما بتيجي تعمليه بيدخل زي هوا وكده، فلازم تفرغيه علشان ما يعملش كرمشه. فانا فضلت احاول كده معايا لحد ما اتفرد معايا وبقى ايه فل. تمام. بس مش هقدر اكمل بقيه البلكونه غير لما يجي جوزي علشان يطلع كده شكله ايه كويس ومنظم يعني. فقلت مش مشكله، خليه كده دلوقتي وبعد كده لما يرجع جوزي هعمله. مسكت بقى كده ايه الشيش، وقلت كده انضفه كده بالريشه. شلت التراب من عليه، كان تراب خفيف يعني كده، فقلت اشيله بسرعه قبل ما يتراكم عليه. انتوا عارفين الشيش لما بيتراكم عليه تراب بيبقى شكله بصراحه صعب جدا. اكتر حاجه كانت تعبانه نفسيا الشيش والتراب اللي عليه، مهما اشيل برضو حاسه انه كان فيه تراب. لكن من ساعه ما نضفته كده وغسلته ودهنته معاكم في الفيديو اللي كنت منزله لكم يعني قبل كده، ومن ساعتها وانا بحاول احافظ عليه على قد ما اقدر، ودايما ايه اشيل التراب منه. نضفت كده السجاده بتاعت النجيله وايه، ورحت فرشاها، وهبتدي بقى ايه اظبطها كده وانظمها بطريقه كويسه. حطيت الكرسي ده كده عشان ايه لما احب اقعد كده في البلكونه اشرب كوبايه شاي، اقعد كده استجم يعني. هنا كده خلاص خلصت البلكونه اهي، وظبطت كده التربو بتاع البصل والثوم والحاجات دي كلها، لان كنت لسه ما جبتش حاجه الشهر. فقلت انضفه كده عشان لما اجيب الحاجه واحطهم كده في البلكونه يبقوا على نظافه. دخلت كده الريسبشن عندي هنا اهو. فقلت بقى ايه الغسيل اللي انا لميته هطبقه دلوقتي. بس طبعا كنت لماه وحطاه على الكرسي، على كرسي من الكراسي ديت بتاعت الانتريه. فقلت انضف الاوضه الاول وبعد كده اخر حاجه ابقى اطبق الغسيل.
الغسيل لقيت طريقه حلوه قوي بصراحه، يعني هي دي الطريقه اللي انا بعد كده هعتمدها على طول، بتسهل عليا مهما كان عندك غسيل او عندك كوم غسيل كتير جدا. هعملها لكم هتشوفوها يعني معايا قدام كده شويه في الفيديو. انا هنا هو شلت الحاجه كلها اللي في الاوضه، شلت كل حاجه. انا عيالي يعني بسم الله ما شاء الله طول ما هم قاعدين في الاوضه اكل شرب، كوبايات تلاقوها في كل حته. لو قاعدين بيرسموا او بيلونوا تلاقي الكراريس والالوان وكل حاجه موجوده في الاوضه دي. بص الاوضه دي متهالكه متهالكه يعني، بس على قد ما اقدر برضو بحافظ عليها، يعني بحافظ على الكراسي بتاعتها والكنبه بتاعتها وكده يعني. طبعا انا كنت شداها اصلا، ما كانش شكلها كده اصلا، كنت شداها ومغيراها وخليتها كبوتينيه يعني، ما كانتش كده اهو. المهم نضفت كده الدنيا وابتديت بقى كده اشيل الاسلاك، وقلت ايه اغير نظام الاوضه واشوف هينفع معايا ولا لا. المهم انا شلت الاول نضفت كده السجاده شويه الاول معايا، رفعتها كده وشلت التراب من عليها علشان وانا بكنسها يتشال منها التراب كله. تمام، هبتدي بقى المها وهوريكم بقى الترابيزه عندي بقالها تقريبا 15 سنه. الترابيزه دي على شكل شجره، بحبها جدا بس هملاها بصراحه، هي بقالها سنين طويله بس حلوه جدا، شكلها شيك قوي وكده. انا على قد ما اقدر برضو بحافظ عليها، انا خفياها كده تلاقيها جنب الكرسيين الاخرانيين دول، مش دايما ببقى ظاهراها لان ببقى حاطه عليها الراوتر بتاع النت، وببقى حاطه عليها التليفون بتاع البيت. المهم عايزه اقول لكم ان طول ما انا بروق كده وبنضف قلقانه وعماله ادعي لابني يا رب يا رب يا حبيبي ربنا يكبر بخاطرك، يا رب يكبر بخاطرك يا حبيبي وتجيب احسن حاجه، وتجيب احسن الدرجات اللي تدخلك الحاجه اللي انت نفسك فيها. انا والله راضيه الحمد لله بكل حاجه. انا بس كانت كل المشكله عندي ان انا خايفه ايه لحسن يعني بعد تعب ودوت ما يجيبش الحاجه اللي هو نفسه فيها، بس الحمد لله يا رب ربنا جبر بخاطره الحمد لله. بجد انا فرحانه قوي 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 قوي، بصوا قد الدنيا دي كلها والله العظيم، فرحانه فرحه يعني فعلا، بقالي فتره طويله جدا جدا ما فرحتش الفرحه ديت. ربنا يفرح كل ام، وربنا يفرح كل ام وكل حد عنده ثانويه عامه، يا رب كده يفرحوا ويسعدوا ويدخلوا كل اللي هو يتمناه. المهم كده بقى ايه، كنت نضفت خلاص كان عندي الترابيزه ديت اللي انا وريتها لكم، الترابيزه ديت اللي على شكل شجره. غسلتها ومسحتها كويس، هي بس عايزه تتظبط تاني، تدهن يعني لون ذهبي عشان تبقى ترجع كده تلمع قوي كانها جديده، لانها بقالها يعني 15 سنه ما اتدهنتش. المهم بقى دي بقى الطريقه اللي انا عايزه اقول لكم عليها بتاعه الغسيل. ظبطت هنا الاوضه نضفتها وفرشت السجاده الخفيفه ديت عشان كان الجو حر قوي، او يمكن انا لما اشتغلت بقى قلت لا مش هحط السجاده التقيله، انا هحط السجاده الخفيفه دي عشان خاطر الجو حر وتبقى سهله عليا كمان لما احب اشيلها بكل سهوله لان هي خفيفه. بس كده بعد كده ابتديت احط الغسيل على الارض وابتديت بقى ايه ارتبه. عملت ايه بقى، قسمت الغسيل الاول قبل ما اطبقه، بقيت احط مثلا حاجه احمد ابني كلها لوحدها، وحاجه نورهان لوحدها، وحاجه فريده لوحدها، وحاجه ندى لوحدها، وحاجه لوحدها، وحاجه ايه جوزي لوحدها. تمام، ابتديت بقى كل حد فيهم امسك الغسيل بتاعه واخلصه كده اهو. طبقت حاجه احمد وبعد كده طبقت حاجه نورهان وخلصت الغسيل، لقيت نفسي خلصته بسرعه جدا. بصوا مهما كان عندكم الغسيل كتير قوي لو عملتوه بالطريقه دي هيخلص معاكم الغسيل بسرعه جدا. تمام، دخلت بعد كده عملت كوبايتين شاي بلبن كانت بنتي صحيت فقلت نشرب انا وهي كوبايتين شاي بلبن. تمام، وبعد كده دخلت لقيت اختي اتصلت بيا وقالت لي انتي قاعده ليه كل دوت، ده الثانويه العامه طلعت، نتيجه الثانويه العامه طلعت. تمام، قلت لها يا بنتي لا لسه، ده لسه الساعه 3 العصر. قالت لي لا ده طلعت اهي نزلت على الفيسبوك وكل عمال بيبارك ويهني. تمام الحمد لله. دخلت بسرعه صحيت ابني وقلت له اصحى لي بسرعه يلا يا ندى يلا يا احمد يلا، وفضلت بقى قاعدين طبعا عماله بصوا شايفين القلق زي المجنونه، بصوا بقيت اتنطط زي المجنونه من كتر الفرحه وفضلت ازغرط. الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب كلكم كده تبقوا فرحانين، ويسعد كل ام ويسعد كل حد تايب يا رب كده في الثانويه العامه، ويحقق له كده يا رب كل اللي يتمناه ويدخل الجامعه اللي هو عايزها. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.